بعد اعلان الاعلى للاعلام تلقي شكوى ضد برنامج حارس الاهلي لشوبير، لارين تركي كتبت على صفحتها وقالت على شوبير: والله العظيم لو الشخص ده بالذات بطل اعلام ما هتلاقي نقطه تعصب. يا شيخ يعني اللي بيعمل تعصب هو شوبير؟ طب بالنسبه بقى للاعلام بتاع الغندور واسلام صادق ومحمد ابو العلا وماركو مراد وضيوفهم بقى الهجاص والجبالي واسامه حسن، دول بيعملوا ايه؟ رز بلبن، بيعمل مهلبيه بالقشطه. اللي بيدافع عن حق ناديه وحق لعيبته يبقى بيعمل تعصب، لكن اللي بيلقح ويقلل ويشكك في بطولات ونزاهه اشخاص ويتهمهم في ذممهم ويخوض في اعراضهم يبقى محب وداعم للكيان. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وقبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنساش تدعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين، ربنا يفك الكرب عنهم وعن الجميع يا رب. ما تنساش اذا عجبتك الحلقه تخبط اللايك، وما تنساش كمان انك تتوقع على هاشتاج توقع مع الصليط الرياضي النتائج بتاعت مباراه الجوله الثانيه او مباراه الاهلي وفاركو، عشان مع الاسف اللي خارج الهاشتاج مش هنقدر ان احنا نحصرها. فيا ريت لو حد كان توقع بره الهاشتاج يرجع تاني يعملها بس في الهاشتاج، يكتب الهاشتاج وتحديد التوقع بتاعه عشان نقدر نحصر كل الاسماء وما نفوتش حد. ويا جماعه الموضوع بسيط، يعني الموضوع مش صعب قوي كده. يلا روح توقع الاول، وقف الحلقه وروح توقع وارجع شوف الحلقه. يلا بينا نبدا. شايف من وجهه نظرك البدايه القويه لنادي الزمالك امتى نقول او تقيم ان الزمالك السنه دي فريق قوي هيعمل حاجه؟ هل من اول مباراه ولا مستني؟ لا، هي بتبقى في يعني احساس كده من بدايتها الدنيا رايحه لفين، فطالما في نظام وسيستم. ايه ده؟ نظام وسيستم الاثنين الاثنين. الزمالك بقى فيه نظام وسيستم. والله نفس المعنى. ايش هذا؟ يعني بغض النظر يا غندره ان السيستم يعني نظام ونظام يعني سيستم، والاثنين نفس المعنى، واكيد دي سالة لسان. يعني هو مش السيستم ده بقى الحاجه اللي بيتميز بيها الاهلي طول عمره؟ وعمر ما حد فيكم اعترف ان ده من اسرار تفوقه؟ ودايما بتلقحوا وتلمحوا ان الاهلي بيتفوق بحاجات تانية. صح، بس حنكر. عموما دي حاجه كده استوقفتنا بس مش هي موضوعنا. اتفضل كمل يا هرب. اقصد يا غندره تجربه جون ايه؟ رائعه يعني. ما نحكمش. لا رائعه. استنى كابتن خالد، بص يا كابتن. بص يا كابتن، بص يا خالد. لا اقول لك طيب، احنا ما نحكمش لان لازم تحكم بعد 10 ماتشات او الدور لا الاول لا لا لا. ان دي تجربه ناجحه. انا ما بحكمش على النواحي الفنيه. يعني ما حدش هنيجي بعد نتائج لو قدر الله نتائج مش كويسه ما هيبقاش في مشاكل. لا انا ما بحكمش على النواحي الفنيه، انا بحكم على النواحي الاداريه، ان انت عملت نظام وسيستم للفرقه. برضه نظام وسيستم؟ ده انت مصر بقى. عموما انت حر بقى في القلش اللي انت اخدته في التعليقات، خلينا احنا في اللي يخصنا. انت حكمت خلاص على تجربه جون ادوارد انها تجربه رائعه. لا بجد يعني والله برافو جون ادوارد، ده قدر يعمل لجان على اعلى مستوى من الاعلام الابيض. برافو جون. يعني احنا طول عمرنا نعرف ان تقييم التجربه دايما بيبقى في اخر مرحله، في اخر مشوار، لكن لسه كده واحنا بنقول يا هادي دي جديده. احنا بيبقى عندنا ناس واخده كل البطولات في الاهلي ومع ذلك بيشككوا فيها ويقول لك لا احنا لسه ما ينفعش نحكم، ده بطوله سهله، دي بطوله ما اعرفش ايه واخدها بالصدفه، اصله كسب لما لاعب الهلال ضيع ضربه جزاء فمشيت معاه وخد افريقيا. المهم يعني اي فتي، فتمام تجربه رائعه يا عم مفيش مشكله. طيب نسمع بقى راي ابو الغنادير في سكواد الاهلي. الاهلي اقوى السنه دي ولا بيراميدز كسكواد؟ لا الاهلي هيبقى اقوى. كابتن خالد، الاهلي السنه دي اضعف. غندره شايف ان سكواد الاهلي الاضعف. تمام، حقه يا جماعه، وجهه نظره ونحترمها برضه. دي اراء اكيد عنده سبب منطقي، واذا عرف السبب بطل العجب. نسمع. كابتن مش حضرتك بالاسامي، بالاداء في الملعب. يا كابتن انا فاهم، انت حضرتك رايك مين اقوى سكواد السنه دي؟ اقوى سكواد السنه دي؟ لا كلهم قريبين من بعض. اللي هم مين؟ يعني بيراميدز، الزمالك، الاهلي، سيراميكا، بنك الاهلي، كل دول كده قريبين من بعض؟ يعني قريبين في المستوى الاجانب اللي كابتن عصام له مطلق الحريه، دي وجهه نظره. كابتن ازاي هو عشان كل ده عشان ماتش تعادل؟ أيوة. ماتش تعادل بقى كده بقى الموضوع كله عشان كده. انت لو اقوى سكواد في العالم في العالم تتعادل مع مودرن يا كابتن خالد. الله. كابتن خالد ده مش ماتش كابتن خالد، هي مباراه ووجهه نظر. انت دي وجهه نظرك صح؟ يا كابتن انا بقول ان تريزيجيه، بن شرقي، زيزو، طاهر، شحات، في مشاكل. انت عايز تروح لحته احنا ما سالناش. احنا سالنا سؤال مين اقوى سكواد السنه دي موجود في الدوري المصري من وجهه نظرك؟ كلهم شبه بعض. كلهم شبه بعض. شكرا، روح لهم. في الاول يقول لك الاهلي اضعف، وبعد شويه سفسطه بقى يقول لك كلهم شبه بعض. ولما قال لك السكواد الاضعف قال لك ليه؟ علشان فيه نجوم كتير وده هيعمل مشاكل. يعني معنى كده يا غندره ان فيه نجوم كتيره يعني سكواد قوي، فانت بقى تحط فرضيه ان هيبقى في مشاكل فبكده هيبقى سكواد ضعيف. وفي نفس الوقت يقول لك اصل ما ينفعش سكواد قوي زي ده يتعادل مع مودرن اللي غلبتهم السنه اللي فاتت في عز ما كانت بتخسر من كل الفرق. لا، تصريحات ما تطلعش غير فعلا من كابتن تاريخ النادي الزمالك، واحد من الصفوه اللي غير كل البشر اللي قال عليهم الجناين، ناس بتوع بليله. طيب نسمع بقى اخر حاجه معانا الغندره. كابتن سيف، انا بقى جاي اسالك انت، ده انت كنت دايما بتقول محمد الشناوي في حته ثانيه. صح. محمد الشناوي في حته طب
هو النهارده بقى عايز اعرف راي سيف زاهر في البدء بمصطفى شوبير ومحمد شناوي، هل ما زال في حته ثانيه؟ مليون في المية محمد شناوي في حته ثانيه، ده رقم واحد، لان يا كابتن التاريخ ما بيتحلش بمباراه. ليه ما لعبش؟ انا هحكي لك، اصل الحته الثانيه دي اصل لو واحد في حته ثانيه، لو واحد في حته ثانيه ما يبقاش في مقارنه. انا هحكي لك مين اسطوره نادي الزمالك؟ شيكابالا. شيكابالا السنه اللي فاتت لعب كام دقيقه؟ ايوه ماشي، خليني اخلص كلامي بس. ما بقاش اسطوره. يعني بقالكوا سنين بتقولوا على شيكا اسطوره وهو ما عملش حاجه من قريب او من بعيد تخليه يتقال عليه اللقب ده، فانت بقى زعلان عشان الشناوي بيتقال عليه في حته ثانيه وشمتان علشان ما لعبش في اول ماتش. بجد انت مستفز جدا. اوعوا يا جماعه تفتكروا ان الغندور بيتكلم كوره، لا، الغندور كل هدفه هو ضرب اوضه لبس الاهلي، وعمل طبعا كومبينه ما بين اللعيبه وما بين بعضها، بدليل انه قال تاني امبارح مع سيف زاهر ان الشناوي مستاء جدا من بعد ما عرف في محاضره الاهلي الساعه 3 يوم الماتش انه مش هيشارك في المباراه. الغندور الوحيد اللي عارف المعلومه القيمه دي. وعلى فكره يا جماعه يعني مش معنى كده ان الشناوي ما كانش مستاء، هو طبيعي لازم كلاعب عنده دم يبقى مستاء انه مش هيشارك او انه مش بيلعب، بس هنا درجه الاستياء بتوصل لحد فين؟ هل لحد الحاجه الصحيه كلاعب كوره مش عايز يبقى موظف رايح جاي وخلاص، ولا لاعب بيعمل مشاكل؟ الشناوي زي ما كلنا شفناه كان عمال يوجه اللعيبه، كان بيتكلم مع شوبير، كان متفاعل على الدكه، كان بيحتفل بالاهداف، حتى العيال الصغيره بتاعت الكور لما كانت بتخبي الكور خد كوره وخلاها جنبه علشان يكسب وقت. الشناوي ما عملش المشاكل اللي عايز يوصلها غندره. علشان كده بنقول لكم غندره كل هدفه من الليله دي انه يحسسك ان الاهلي مولع، عنده مشاكل بين اللعيبه وبين بعضها، ومع ضرب بقى شويه اسافين كده مثلا بين الشناوي وشوبير، مع استغلال بقى الحاله النفسيه اللي هم عايشينها بمكسب اول ماتش، والكام ماتش اللي جايين ليهم سهلين اللي قبل التوقف، فهم بيحاولوا يبنوا عليهم من دلوقتي، فبيضربوا في الاهلي من ناحيه وينفخوا الفريق بتاعهم وجوم من ناحيه، ويحسسك بقى ان خلاص الزمالك رجع والاهلي بره المنافسه. بعينك. والحقيقه انا مش عارف يا جماعه هي ايه الموضه الغريبه اللي في الاعلام بتاعنا، الاعلام المصري الرياضي اللي هو قائم على كام واحد بس زي الشطرنج كده بيتحركوا في رقعه واحده، يوم يبقى مقدم برامج، يوم يبقى ضيف، يوم يبقى في استوديو تحليلي. هو ايه ده؟ ايه السمك لبن تمر هندي ده؟ هو مفيش غيرهم. وايه الضرب الواضح والصريح في الاهلي ولاعيبته ده؟ يعني تخيل مثلا لو عماد متعب هو اللي طلع مع سيف وقال نفس الكلام ده، ايه اللي هيحصل؟ ده لما احمد بلال 1000 مره رايه على ماتش الاهلي والزمالك، والزملكاويه نفسهم كان عندهم قناعه بكلامه وركابهم كانت بتخبط وقتها، لان المنطق كان بيقول ان الاهلي هيفترس الزمالك بفرق القوه، فكان ناقص احمد بلال يقيموا عليه الحد. اشمعنى المحسوبين على الاعلام الابيض مسموح لهم ان هم يتكلموا على الاهلي براحتهم، لكن لو حد محسوب على الاهلي يتكلم الدنيا تقوم وما تقعدش؟ عاملين بالظبط يا اخي زي اللي بالي بالك، يبقوا عاملين كل حاجه واول ما حد يجي ناحيتهم انتوا العرب ما فيش فيكم فايده، العرب اعداء السماء. بعد اعلان الاعلى للاعلام تلقي شكوى ضد برنامج حارس الاهلي لشوبير، لارين تركي كتبت على صفحتها وقالت على شوبير والله العظيم لو الشخص ده بالذات بطل اعلام ما هتلاقي نقطه تعصب. يا شيخ يعني اللي بيعمل تعصب هو شوبير؟ طب بالنسبه بقى للاعلام بتاع الغندور واسلام صادق ومحمد ابو العلا وماركو مراد وضيوفهم بقى الهجاص والجبالي واسامه حسن، دول بيعملوا ايه؟ رز بلبن، بيعمل مهلبيه بالقشطه. اللي بيدافع عن حق ناديه وحق لعيبته يبقى بيعمل تعصب، لكن اللي بيلقح ويقلل ويشكك في بطولات ونزاهه اشخاص ويتهمهم في زمامهم ويخوض في اعراضهم يبقى محب وداعم للكيان. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. طب ما تيجي كده يا جماعه نشوف نص شكوى الزمالك في شوبير. تلقى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسه المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك ضد برنامج حارس الاهلي، تقديم الكابتن احمد شوبير المذاع عبر قناه النادي الاهلي الفضائيه، يزعم اذاعه بعض الاخبار دون التاكد من صحتها. جاء في شكوى نادي الزمالك ان المشكو في حقه تعمد الاساءه والتحريض ضد جماهير النادي بعبارات تحض على بث الكراهيه والعنف وتحريض الجماهير ضد بعضها البعض، كما يتبنى حمله ممنهجه ضد مجلس اداره النادي دون مراعاه للضوابط المهنيه والاعلاميه الواجب الالتزام بها. وارفق نادي الزمالك اسطوانه مدمجه تحتوي على تسجيل الحلقات محل الشكوى مع تحديد الفقرات التي اعتبرها النادي مخالفه. اهو انا نفسي بقى اشوف الاسطوانه المدمجه دي فيها ايه. اصل شوبير اليومين اللي فاتوا اتكلم في حاجتين: ايجار الاستاد اللي فيه نادي بعينه ما بيدفعش، وده لا فيه عدل ولا فيه تكافؤ فرص، وما قالش اسم الزمالك، فهنا اعتقد يعني ان في بطحه. الحاجه الثانيه اللي اتكلم فيها اساءه الجماهير لزيزو وزوجته، وقال ان ده ما ينفعش. يعني هل ده بقى فيه مشكله علشان يتقدم فيه شكوى وتتعمل بقى عليه وعلى البرنامج الحملات الممنهجه سواء من الاعلام الابيض او لجانه الالكترونيه اللي هم برضه محسوبين على اعلامه؟ هل طبيعي قناه الزمالك والدجال والفخراني والجبالي ولارين وكتير كلهم نهش في البرنامج وفي شوبير علشان بيتكلم على العداله وحقوق ناديه ولاعيبه الاهلي؟ ربنا يموتكم بالسلامه. امين يا رب. ربنا ياخدكم بالراحه. بس الصراحه يا جماعه يعني كابتن شوبير غلطان. ازاي يدافع عن لاعب في فريقه؟ ازاي يدين فعل مشين لجمهور الزمالك ضد لاعب في ناديه؟ ازاي في قناه الاهلي يدافع عن حقوق الاهلي ولاعيبته؟ ازاي يتكلم على العداله وتكافؤ الفرص؟
يا اخي بيبقوا عاملين كل الموبقات في الرياضه من مجاملات واستثناءات وكسر للقوانين، ويجوا بكل بجاحه يدعوا المظلوميه. والاسوأ بقى انهم بدل ما يردوا على الحقائق يبتدوا يشنوا هجوم على اي حد يذكر اسمهم لمجرد بس ان هم يشوشوا ويغطوا على فضايحهم. لازم ندوش الدوشه بدوشه ادوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. اولا الدوري المصري من اضعف 4 دوريات في افريقيا تقريبا، وللاسف الدوري اللي هم بيشتروا عليه صفقات ب 500 مليون جايزته مليون جنيه، فهم زودوها بقت 5. بس حضرتك قلت من اضعف؟ ايوه من لا اضعف. لا ده من اقوى دوري في افريقيا تقريبا. مين اللي قال لك؟ في افريقيا اسوأ رابع دوري في افريقيا. طب مين اول 4؟ ايوه قول له بقى. ايوه قول لنا بقى، مش الدوري المصري اسوأ رابع دوري في افريقيا يا صفوه يا اللي فوق البشر؟ قول لنا بقى مين اللي قبلنا في الاضعف. يبقى اللي قبلنا جيبوتي والصومال وحاجه مش فاكر اسمها. لا الدوري المصري اقوى دوري. مين اللي قال لك انه اقوى دوري؟ هقول لحضرتك مين يا راجل الدوري اللي باجل بال 20 اسبوع، يا راجل الدوري اللي الحكام بتاعكم فيه على كيفها، يا راجل الدوري اللي انت بتهزر. المسابقه اللي يبتدي فيها واحد ياخد الدوري قبل ما يبتدي والناس كلها تقعد تاسس له ازاي ياخد الدوري، لا يمكن يبقى. انت جايب الكلمه دي منين؟ احنا اضعف دوري ومن اضعف الدوريات اللي موجوده، اضعف رابع دوري والله ما بهزر. انا في دي مختلف مع حضرتك. انا مش وانا اللي بقول. ما مين انت اللي بقول لحضرتك؟ اكتب بقى على جوجل. سرشوا يا جماعه، سرش على جوجل يا ابو العيله، اسالوا حتى الشات جي بي تي. سرشوا يا جماعه كلكم تاني. جمال العدل بيقول الدوري المصري رابع اضعف دوري في افريقيا بعد جيبوتي والصومال، وكان ناقص يقول لنا اللي شايف غير كده يبقى ما بيفهمش. شايف الجهل والتخلف. لا وابو العيله اللي انا شخصيا يعني مش بطيئه قال له انا بختلف معاك، الدوري المصري هو الاقوى في افريقيا، انما التاني بقى اللي هو جمال العدل نظام بقى خدوهم بالصوت، يقول لك هو انا اللي بقول؟ سرش على جوجل وانتوا تعرفوا. طب ما تسرش على جوجل انت يا ابو العريف وانت تعرف، هتلاقي الدوري المصري اقوى دوري في افريقيا. ومش ده موضوعي على فكره، مش جاي اناقشك فيه اساسا، بس اللي انا عايز اوصله للناس واوريهم كده. تخيلوا لما الجهل يمتزج بالتعصب، ما اعتقدش انه هيخرج لنا اسوأ من اللي احنا بنشوفهم دول. جاتكم القرف مليتوا البلد. لا وخدت بالك بقى هو بيقول الدوري الاضعف ليه؟ علشان قال ايه؟ الدوري ده بيتاجل لفريق واحد بال 20 اسبوع. بص يعني الكذب والتدليس، وبيقول لك كمان كل حاجه بتترتب لنادي واحد علشان ياخد الدوري، وقال بقى شويه كلام فارغ اكتر من عقل صاحبه. طب السؤال بقى، هل الكلام اللي زي ده مش اساءه للمسابقه انه يطلع يقلل منها بالشكل ده وبالكذب على قناه الزمالك لما يقول انها الاضعف وده يضرها تسويقيا؟ طب هل ده مش اتهام لذمم جميع المسؤولين عن الرياضه في مصر؟ طب هل ده مش تشويه للنادي الاهلي؟ وهل وكل ده على قناه الزمالك على مرأى ومسمع من الجميع. طب اداره الاهلي بقى فين من الكلام ده؟ مجلس الاعلى للاعلام فين من الكلام ده؟ مش المفروض برضه يكون في موقف قوي؟ ولا شوبير هو اللي بيعمل تعصب؟ على راي لارين يعني في ظل القرف اللي بنشوفه من تعصب من كل الاعلام الرياضي اللي محسوب طبعا على الابيض، كلنا عارفين ايه القرار اللي ممكن يتاخد. ايقاف الكابتن شوبير. مش محتاجه حاجه يعني، ناس ما عندهاش دم. امبارح الرابطه اعلنت عقوبه الجوله الاولى، وكانت عقوبه الزمالك غرامه 100,000 جنيه على نادي الزمالك، وذلك بسبب السواب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق المنافس وحكم المباراه. بس انا ما فهمتش الرابطه تقصد ايه بالظبط من جمله لاعب الفريق المنافس دي. يعني تقصدوا مثلا ان جمهور الزمالك شتموا لاعب من سيراميكا مثلا؟ طب الجمهور ده شتم اللاعب ده بس ولا ذكروا اسم زوجته كمان؟ اكيد طبعا ما حدش خد باله من موضوع زوجته ده، عشان لو حد خد باله منه وكتبوه مثلا في العقوبات دي هتبقى فضيحه بجلاجل ان العقوبه تبقى غرامه 100,000 جنيه بس. صح. بس ايا كان كتبوا او ما كتبوش هي فضيحه بكل المقاييس. فضيحه ان يتذكر اسم زوجة لاعب بالشكل اللي عملوه جمهور الزمالك ده، وفي الاخر العقوبه دي تبقى غرامه 100,000 جنيه يدفعها النادي. انتوا عارفين لو ال 100,000 جنيه دي هيدفعها الجمهور مثلا، كنت ممكن اقول لك ان في شيء من العداله في الموضوع، ان الجمهور لو عرف ان هو اللي هيدفع الغرامه دي هيحترموا نفسهم ويقعدوا زي الكراسي اللي قاعدين عليها. ولكن مع الاسف اللي بيدفع الفلوس دي هو النادي، اذا كان بيدفعها اصلا. ما شاء الله على سمعته، نادي باراشوت ما بيدفعش اي حاجه في اي حته. فاللي حصل ده يا جماعه فضيحه بكل المقاييس، ولا انتوا رايكم ايه؟ لا دي فضيحه. المهم بقى من اول ما صدرت العقوبات وجمهور الزمالك واعلامه مفيش وراه غير ازاي الاهلي ما يتعاقبش. ده جمهور الاهلي شتم حسام حسن. طب نقول لهم يا سيدي طب حسام حسن هو اللي اعتذر لجمهور الاهلي، يعني هو معترف ان هو استفز الجمهور لما راح يحتفل عندهم، حتى لو ما يقصدش ان هو يستفزهم على كلامه يعني، الا انه لما يروح عند جمهور الاهلي ويعمل الحركات دي عمرها ما هتتفهم غير انه بيستفزهم. ثم انت بقى كمشجع صفوه فاكيد انت هتحس بيا وبجمهور الاهلي اللي عمل كده مع حسام حسن. يعني انتوا في ماتش مفيش فيه زيزو اساسا في الملعب ولا الفريق بتاعه وجبتوا سيرته هو ومراته، ليه عملتوا كده؟ عشان في شياط من ناحيه زيزو. مش عايزني بقى انا استفز من لاعب جايب فيا جون وراح ناحيه جمهور الاهلي يحتفل ويعمل الحركات دي، واللاعب الزمالك كمان يشدوه عشان ما يحتكش بالجمهور. طب انت بقى لو مكاني هتعمل ايه؟ يعني انت مستفز من لاعب ما كانش في المباراه اصلا، بالك بقى بلاعب زي حسام حسن كده لو كان رايح يحتفل عندكم انتوا ويعمل الحركات دي.
سؤال لطيف. انت لو مكاني كنت عملت اكتر من كده، فما تعيش اللحظه بس وتحاول تساوي بين الموقفين. خلينا بقى في المفيد. المهم يا سيدي، من وقت العقوبات دي ما طلعت وطلع معاها اصوات بتقول الكلام ده. خالد الغندور على صفحته على فيسبوك 100,000 جنيه غرامه ماليه على جمهور الزمالك بسبب السباب الجماعي على زيزو والحكم، وده من خلال تقرير المراقب. ومباراه الاهلي ومودرن 20,000 جنيه على مودرن بسبب اخفاء الكرات، وده اللي كتبه مراقب المباراه. ولم يذكر المراقب السباب الجماعي من جمهور الاهلي لحسام حسن. حلو قوي. حلو قوي الكلام ده ابو الغنادير، بس ده ماله بموضوعنا؟ انا مش فاهم. احنا موضوعنا هو جمهور الزمالك يا غندره، مش جمهورنا احنا. الموضوع بتاع جمهور الزمالك ده المفروض مصر كلها بكل انتماءاتها تتكلم عنه، ملهاش علاقه بموضوع حسام حسن ده اصلا. مالنا احنا بمباراه الاهلي والمراقب بتاعها كتب ايه وما كتبش ايه؟ ثم انت مالك ومال مراقب المباراه؟ انت حاطه في دماغك ليه؟ خالد الغندور تاني على صفحته كاتب: دخلت على صفحه احد المراقبين على مباريات الدوري لقيت مشجع متعصب. يعني انت دخلت صفحته فعلا يا غندره ولا عرفت من باقي اللجان اللي عمالين يشيروا السكرينات اللي المفروض ان هم واخدينها من على صفحته؟ ده اذا كانوا واخدينها من على صفحته. يعني احنا مثلا ولا شايفين اسم صاحب الحساب ولا عارفين في صور تانية اساسا ولا لا. يعني انا قلبت الدنيا على حسابه ولما لقيته مقفول على الاصدقاء بس. يعني ممكن يكون في صور تانية مثلا على حسابه، زي صور ليه مثلا مع نجوم الزمالك، بحكم شغل الراجل انه بيقابل نجوم كتير، في الغالب بيتصور معاهم كلهم سواء اهلاوي او زملكاوي. فانت تاخد لي بقى كام صوره وتقول لي ده اهلاوي متعصب؟ لا يا حبيبي، انا ما بشتريش الكلام ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى يا غندره، انت عايز المراقب يكتب ايه عن جمهور الاهلي؟ والله لو المراقب كتب ان جمهور الاهلي عمل سباب جماعي تمشي، ومش هقول انه عمل حاجه غلط. قال لك لاعب استفز الجمهور والجمهور رد عليه، ومش برضه سباب اللي هو السباب قوي اللي احنا عارفينه. الجمهور قال العبيط هو على ان هو رايح يحتفل في المكان الغلط، فبرضه خلاص تمشي، برضه تمشي ان الجمهور برضه ما يتعاقبش. انتوا يا جماعه بتاخدونا في سكه ملهاش علاقه خالص باللي المفروض نتكلم فيه. احنا في مصيبه يا جماعه، مصيبه كبيره ما حدش واخد باله منها. بس قبل ما نتكلم عن المصيبه، انا لفت نظري غندره وهو بيقول انه لقى مراقب المباراه مشجع متعصب. المفروض ان مراقب مباريات ده ما يبقاش مشجع متعصب. بس بنفس المنطق ده يا غندره، انت شغال على قناه محايده او قنوات محايده، والمفروض بقى القنوات دي تشغل ناس مش متعصبين. وانت من اكتر الاعلاميين، لو هينفع نطلق عليك اعلامي يعني، انت من اكتر الاعلاميين المتعصبين للزمالك. وتعالوا نسمع بقى راي غندره لما حد علق له وقال له كلام. غندره بيرد على صبري يونس اللي علق له وقال له ايه بقى؟ غندره بلاش كلام مرسل، لما تتكلم قول ايه اللي انا عملته او عملته غلط او قلته غلط. الحمد لله طول الوقت حقاني وعقلاني ومنطقي ومش مغرض، ولكن انت وغيرك عايزين تسمعوا كلام يعجبك، ولما مش بتعرف ترد على كلامي يبقى على طول كلام فتنه وتعصب وكاره وحاقد. صدق بالله الراجل ده صعب عليا. ايه يا غندره ده؟ انت لو كملت سطرين كمان من كلامك ده انا هعيط يا جدع. بس عايز اقول لك حاجه يا غندره حبيبي، الكلمتين دول حاول ما تقولهمش تاني، عشان بجد احنا لو جمعنا لك روائع اعمالك يبقى شكلك صغير قوي واصغر مما تتخيل. وعموما كده جميع اعمالك هنا في القناه وكل الناس شايفينها من زمان وعارفين احنا بنرد عليها حاجه ما شاء الله، حاجه تشرف. بس بالعكس اتقل عليا بس يا غندره كده افضى، وهعمل لك فيديو مخصوص انما ايه، متقل تاخد حاجه نظيفه. اللي بعد الفخراني على صفحته على فيسبوك: لجنه المسابقات سمعوا هتافات ضد زيزو ولم يسمعوا هتافات ضد حسام حسن لاعب مودرن. بسم الله نستفتح اول 100,000 جنيه على الزمالك والاهلي لا. سجل اول صينيه كوسه بالبشاميل، اصل مراقب المباراه ما سمعش وهنقضيها هطل بقى. لا فخراني، الهطل الحقيقي هو اللي انت كاتبه ده. انت محسسني ان كل سنه احنا اللي بنتجامل مش انت. في حاجه غلط في الاعدادات بتاعتكم يا جماعه، الغالب في حد لعب لكم في الاعدادات دي وبوظها خالص. اصل مش احنا فخر اللي اتقال لنا مثلا واتقال لجماهيرنا حماس زايد، ومش احنا فخر اللي الرابطه خلفت اللائحه الموسم اللي فات وما عاقبتش جمهور الزمالك عشان الزمالك يقابل بيراميدز الجمهور، ويا ريت نفع شلته بالثلاثه. وتعالى افكرك تالت، اخر حاجه بنفكر فيها ان احنا نلعب مباراه بدون جمهور، لان الجمهور دوت هو متعه كره القدم. تمام. واحنا عارفين ان فرق كبير قوي لما يكون المباراه، بس في نفس الوقت اللي اخطا يعاقب. اكيد بالظبط. وده اللي احنا استخدمناه في الماده 31، لجأنا للماده 31 ونفذناها في الماده 30 اللي هو مباراتين ايقاف للجمهور اللي موجود في الملعب ونفس العقوبه الماليه على النادي، لكن لم يحدث اي تعديل للائحه. احنا استخدمنا الماده 31. الماده 31 اللي هي خاصه بان يحق للرابطه تخفيف او تغليظ العقوبه على حسب الواقع اللي حصل. خلفوا اللوائح وتفسيرها كمان عشان خاطرك، وانت عايز توهم المشجعين البيض اللي زيك انهم جاملوا الاهلي عشان غرامه 100,000 جنيه. يعني عايز اسالك سؤال مثلا يا فخر، لو انتوا مثلا يعني خدتوا عبد القادر وجه جمهور الاهلي قال اسم زوجته مثلا، هتف باسمها في المدرجات، هل هيبقى ده رد فعلكم برضو؟ بلاش المثال ده. لو مثلا يعني حد عرف اسم زوجتك وطلع على اي شاشه او على السوشيال ميديا وعمل فيديوهات وقال بحبك يا معرفش ايه، وانا طبعا ضد اي حاجه من النوع ده، ولو كان مين قال كده اهلاوي او زملكاوي ايا كان، بس هل ده هيكون رد فعلك؟ هل هتعمل عبيط وتقول فيها ايه لما يجيبوا اسمها؟ لو ده هيبقى هو رد فعلك، خلاص انا مش هيكون عندي اي مشكله خالص معاكم. المشكله مع الاسف هتبقى منكم فيكم. البيخ خرنج برضه ميزو الدجال. بغض النظر عن اي شيء، لم يتم ادانه جماهير الزمالك على ما تم وصفه بانه خوض في اعراض، اللي هو الهتاف لاسم نسائي معين، وده ينسف كل محاولاتهم للتعليه والتحريض، وينسف قصه هنشكو للنيابه، لانه باعتراف الجهه الرسميه التي تدير المسابقه وتعاقب على سوء سلوك الجماهير لم يكن هناك اي سب او اي خوض في اعراض. انت راجل خرنش. خلاص يا ميزو، بما انك شايف كده خلاص يبقى احنا نجيب اسم
والله يا جماعه هيبقى انا نفسي مش قادر اطلع الالفاظ دي من بقي ولا اجيبها في ايه القرف ده؟ مش عارف اقول ايه والله يقرفكم يا اخي. انتوا ايه؟ هي اللجنه دي عشان قالت كده يبقى خلاص نكدب عيننا ونكدب ودنا؟ يعني الماتش الجاي مثلا لو الجماهير هتفوا باسامي محارم الجهه اللي بتدير المسابقه، على كده ما حدش يلوم عليهم بقى. اصل لما الجمهور ينطق اسمها ويقول لها بحبك ده عادي، ما هو ما سبهاش. انتوا ايه يا جدعان؟ انا مش عارف اكمل فيديو من غير ما اشتمكم واحد واحد، اوقفه واشتمكم وارجع. طب ولا اعمل ايه؟ انا مش راضي اشتم عشان حرام، وانتوا ما تعرفوش حاجه عن الحرام والعيب. ربنا ياخدك. بس اذا كانت اللجنه ما شافتش ان جمهور الزمالك اساء في حق زيزو واهل بيته، قناه الزمالك نفسها بعد ما اطمنوا للقرار وانه 100,000 جنيه بس اللي هي ما بتدفعش اصلا، قاموا قايلين كده. تلاقي حد طالع يقول لحضرتك لجمهور الزمالك اول في اللفظ اللي قاله على اللي هو بالمناسبه يعني يحمل مليون تاويل، لكن انا هقول لحضرتك اهو بوش لا غلط وواضحه ومقصوده، والكلام اللي خرج من شويه اللي جاني اياها على ان دعا فنانه ومش دعا فنانه ده كلام فارغ، والزمالك ما ينزلش بالعقليه وبالسطحيه دي. اللي حصل خطا من البعض واخطاه، لكن دقيقه دقيقتين بينما هنا يقول لك ده حسام حسن يا جماعه اتشتم، ده هم 5 6 ثواني. هي بالوقت اعترف اهو تمام، يعني بيقول لك احنا عملنا كده وعيب ومش عارف ايه عشان رست على 100,000 جنيه. واسمع ده كمان، في هتافات من جمهور الزمالك ضد احد اللاعبين، فبالتالي انا هاخد العقوبه. طب كلنا راضيين ونتعامل باللائحه وكلنا بنقول احنا نبقى اول ناس، لو في حاجه بنعملها غلط احنا اول ناس بنتصدر المشي، ما عندناش مشكله لان احنا عايزين نلعب في النهايه كوره. هتعاقبني اوكي ما عنديش مشكله، لكن على الجانب الاخر وبعد 24 ساعه النادي الاهلي بيلعب مع مودرن، حصل سباب مباشر من جماهير النادي الاهلي ضد اللاعب حسام حسن لاعب مودرن. احنا بقى شفناه سمعناه، مراقب موجود جوه الملعب خلال المباراه مش بعد ما المباراه انتهت، يعني الحكم شافه سمع، المراقب كمان شافه سمع لانهم موجودين في المباراه. طب الاثنين ما كتبوش، فين بقى شريط المباراه؟ مفيش. يبقى اذا حضرتك كده في حاجه غلط، حضرتك طبقت اللائحه على الزمالك نفس الوقت اللي اللائحه ما طبقتهاش على النادي الاهلي. اللي بيقول لك اللائحه اتطبقت على الزمالك والاهلي لا، مع انها لو اتطبقت بجد واستندوا للماده 31 اللي ذكرناها في الفيديوهين اللي فاتوا وذكرناها قبل كده، كان على الاقل باللائحه برضو جمهور الزمالك اللي كان حاضر وعمل الفعل القذر ده ما كانش هيحضر على الاقل مباراتين، والمفروض ما كانش يحضر لنهايه الموسم. يقول لك اللائحه اتطبقت على الزمالك بس. في كميه لجان عمالين ينشروا السموم بتاعتهم على السوشيال ميديا بطريقه بشعه، وبيحاولوا يساووا بين واقعه حسام حسن اللي زي ما قلنا ممكن مراقب المباراه ما يكونش ذكرها عشان شاف ان حسام حسن استفزهم وراح لحد عندهم وهم ردوا عليه، ومش بشتيمه قاسيه كمان، ولا جابوا سيره اهله ولا امه ولا ابوه ولا اخته ولا مراته. انما البهوات بقى الرجاله، الرجاله اللي اكيد زوجاتهم فرحانين بيهم دلوقتي بيساووا بين الموقفين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول لك هي بنحبك يا ما اعرفش ايه دي بقت شتيمه. طب جمهور الاهلي لما كان بيقول على اسطورتكم المرحوم كانت شتيمه؟ يا ريتنا كلنا نبقى مرحومين، ومع ذلك كنتوا بتلفوا حوالين نفسكم لما بتسمعوها، ولما بيقولوا لكم يا بليله بتتضايقوا ليه؟ هي بليله دي شتيمه؟ ولما حد يقول لك يا بواب بتزعل ليه؟ هي بواب دي شتيمه؟ دي مهنه محترمه، بتزعل ليه؟ لما نقول على مجموعه معينه هزاز الرؤوس كنتوا بتزعلوا ليه وقتها؟ هي هزاز الرؤوس دي شتيمه؟ يعني هم مش كانوا قاعدين بيهزوا فعلا؟ الموقف ده يا جماعه من اكتر المواقف اللي عرفتنا اكتر واكتر احنا بنتعامل مع مين؟ احنا بنتعامل مع ناس تقريبا كده ما يفرقوش حاجه عن اللي اسس النادي بتاعهم مرزباخ، نفس الطريقه بتاعتهم ونفس اسلوبهم. ربنا يستر على الموسم ده اللي بدايته ظلم وقله ادب ودفاع عن قله الادب وعدم الاخلاق. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ناس ما عندهاش دم. بس كده دي كانت كل حاجه معانا النهارده، كان معاكم محمد كمال وانا مصطفى طلعت. سلام عليكم.